يا صباح الخير عليك. الحب، الشعور اللي كفينا على وشنا، واللي أول ما بنوعى على الدنيا نفضل نستناه. وإمتى بقى هحس بيه؟ هو سبب عمار البيوت وخرابها برضه، سبب إننا بنلبس في خوازيق وشكل حياتنا بيتغير بعدها، أو إننا بنهدى ونبطل حرك وفرق عشان لقيناه خلاص. وجيلنا الغلبان ده جيل التمانينات ضحك عليه جامد في الأغاني والأفلام بتاعته، سرحوا بينا وأخدونا ورا مصنع الكراسي. كبرنا واحنا مفكرين ان الحب شوية كلام حلو، السود عيونه، لا رموشها، لا مناخيرها، ورسمها داير ما يدور. فالحب عبارة عن واحد يتسطر من جمالي ويفضل باصصلي ومتنح، وانا اول ما اشوفه بقى مبسوطة. وهو كده خلاص، يعني الحب عبارة عن واحد شفته حبيته، مش عرفته فحبيته. ونفكر بقى بعد الجواز انه هيصحى يقولي بحبك، اخرج من الحمام يقولي وحشتيني، ويفضل باصصلي وبيسبلي في الرايحة والجاية، لحد ما فوق من التنويم المغناطيسي ده على صوت تخين بيقول لي فين الفطار، فين الشراب البني، فين الفانيلات. وهما شهرين وكرشه يدلدل وحاله يتقندل. ايه ده؟ يعني هو مفيش حب بيستمر بعد الجواز؟ لا، هو الحب اللي بجد بيبقى اصلا بعد الجواز، وفي كلام حلو برضه، راجل بيعطف ويلطف، بس هو مختلف عن الفترة اللي قبل الجواز. بيبقى حقيقي كده اكتر، لانه خلاص ما بقاش في حد عايز مصلحة من التاني. اللي بتحس بيه قبل الجواز ده حاجة كده رومانتيكية ما تفتحش بيوت يا بنت الحلال. اصل هو انتي جربتي تعيشي مع الواد الحليوة ابو عضلات ده وتشوفيه بكل حالاته؟ شفتيه لما يتعصب هيتعامل معاكي ازاي؟ شفتيه لما تقوليله المرتب خلص عايزة فلوس تاني هيعمل ايه؟ جربتيه مع عياط بيبي لسه مولود وهو عايز ينام عشان عنده شغل الصبح؟ جربتيه لما تبقي عيانة وراقدة في السرير عايزة اللي يراعيكي هيتصرف ازاي؟ جربتوا تختلفوا مع بعض في قرار مصيري؟ قبل الجواز كل طرف بيبين أحسن ما عنده علشان عايز الأحاسيس الحلوة تستمر، إنما بعد الجواز لما كل واحد بيبقى ضامن التاني في إيده وخلاص عارف إنه وصل لنقطة الرجوع منها مش سهل، فبيظهر بقى بدون تجميل. المكياج بيتمسح والكرسي بيتقلع، وهيبقى كل شيء انكشف وبان، وهو أنا كده واللي عندك هاته، والواحد وقتها ما عندوش حاجة يخسرها. لكن ضروري قبل الجواز والحب يبقى فيه قبول. في ناس بتفهم ان الحب بيجي بعد الجواز، ده معناه ان اوافق على حد مش طايقاه او مش مستريحاله وبعد الجواز هحبه. لا، ده عته في المفاهيم. قبل الجواز لازم الحد ده يبقى مالي عينك، وتحسي انك بتحترميه ومستريحة لمميزاته، وعارفة انكوا لو اختلفتوا سوا ووصلتوا مثلا للانفصال هيبقى منصف معاكي. والمهم انك تكوني متقبلاه بعيوبه. هيبقى فيه عيوب، ولو عنده عيب انتي مش قادرة تستحمليه، حتى لو العيب ده كان تافه جدا، انه مثلا مش بيتكلم انجليش كويس، الاكسنت بتاعته فلاحي، لا يبقى بلاش من الاول، لانك ممكن تبصيله بدونية، ودي حاجة بتنقح قوي على الراجل. وبقول الراجل، مفيش جواز ناجح فيه الست مش بتحترم جوزها. الراجل غذاؤه الاحترام. وتاني بقول الراجل، الست بتبقى عايزة احترام برضو، بس الحب والدلع والاهتمام بيكون أولوية عندها. إنما الراجل عايز احترام محشي بالتقدير وعليه طبقة كبيرة من التبجيل فوق الوش، وبعدين بقى تديله الحب. موضوع بقى إنه يبقى فيه مشكلة وأقول أنا هغيره بعد الجواز، أو محدش بيغير حد، هي بيعة وشروة، يا بتشيليها على بعضها يا تسيبيها كلها. ما تبقيش مثلا نازله السوق تجيبي طماطم فما تلاقيش، تقولي خلاص هجيب بصل وانا في البيت بقى ايه هضغط عليها شويه واغيرها واخليها طماطم. وما تقوليليش ما هو انا لازم اقف جنبه، هو يقرب لك يا بنتي؟ تقولي اصل بحبه، طب هو يعني حابك تيجي عند ايد القرد وتشميها؟ هو يروح يتغير وبعدين يجيلك. طب ما كنتيش تعرفي انها ايد القرد ولبستي في حد انتي مش عارفة تتعايشي مع عيوبه ومش عارفة تغيريها ومش قادرة تبلعيها؟ في حاجات بيبقى حلها الانفصال، زي مثلا انه بيهينك وبيضربك، او انه نطع مش بيصرف على عياله، او انه بيأكلك حرام. وموضوع انا صبر عشان العيال، ممكن المشاكل دي تبوظ العيال اكتر ما تنفعهم. انما في عيوب تانية ممكن اكل حلوة تعديها، ابتسامة الصبح مع تحضير فطار وهدوم مكوية،
قولت حاضر نعم واللي تؤمر بيه يا ولي النعم، تستقبليه على الباب لما يرجع من الشغل بحضن وكلمتين حلوين، يعني تسيسي أمورك. الحاجات دي ممكن تمشي أي عيوب أو تخلي أي عيوب بسيطة شوية. في ستات بقى بيدخلوا حرب وبيعلوا على بعض في الرخامة، أصله قال لي كلام يفرسني ودين اللي عكنن عليه، هو مش عايز نخرج مع أصحابي، طب يشوف بقى مين اللي هيطبخ له النهاردة. ليه يا ست الكل؟ يعني محدش هيطلع كسبان فيكم انتوا الاتنين لما تعكننوا على بعض، تبقوا متحفزين والعلاقة يبقى كلها توتر. يعني ايه البواخة دي؟ يعني حاولوا تتعايشوا أحسن، يعني هتبقوا انتوا الاتنين مرتاحين بدل الغم ده. بيبقى بجد المهم قبل أي علاقة سواء خطوبة أو جواز أو حتى حد بيشرب عليكي شاي إنك تبقي واعية. لازم يبقى عندك معايير تعرفي من خلالها الشخص اللي متقدملك ده كويس ولا لأ، هتعرفي تحبيه بعد الجواز، بينكوا حاجات مشتركة، عيوبه دي سهل التعايش معاها ولا لأ. في واحدة ممكن ترفض واحد لأنه صيدلي مثلا وهي دكتورة، حاجة تبان عبيطة قوي بس هي عندها حق ترفضه لو مش هتحس إنه مالي عينيها. هو الراجل لازم يبقى أعلى من الست علشان تقدر تحترمه. بس في أسباب عبيطة بجد والله، يعني ما يترفضش حد كويس بسببها. بس لما تبقي واعية هتبقي قادرة تميزي ايه الأسباب اللي أرفض عشانها بني آدم جاهز من مجاميعه، وايه الحاجات اللي عدم توافرها ما تبوظش الجوازة. يعني لو قلتلك دلوقتي انت تقدملك حد وسيم وطول بعرض بيصلي وعارف حق ربنا وأخلاقه حلوة جدا ومتعلم وبيتحرى الحلال في رزقه، بس مش هيجيب شقة تمليك، عنده شقة صغيرة إيجار ومش معاه يجيب شبكة غير الدبلة. واحد تاني تقدملك برضه في نفس الوقت وسيم وطول بعرض عنده فيلا في كومباوند ودمه خفيف وبيحبك موت، بس مش بيصلي وبيشرب خمرة. لو انتي رفضتي الأول ووافقتي على التاني يبقى انتي لسه محتاجة علام، بس مش العلام اللي في المدارس والكليات ده، لا، علام يعرفك ان مش الفرش الشيك والشقة الواسعة هي اللي بتجيب السعادة، مش كتر الهدايا دليل على الحب، مش المستوى التعليمي ولا اللبس الواو هما اللي بيعملوا الرحمة والمودة بينكم. علم يعرفك انه مش مهم هو بيشتغل ايه دلوقتي، المهم هو ناوي يبقى ايه. لازم الراجل يكون طموح. انت ممكن تتجوزي محاسب في بنك وبيقبض 10,000 جنيه بس، معرفش 10,000 جنيه دلوقتي ده مرتب كويس ولا لأ، مش نفترض انه مرتب كبير، بس هو هيفضل طول عمره محاسب في نفس البنك. ممكن تتجوزي مندوب مبيعات أو كاشير أو عامل نظافة بس طموحه إن يبقى عنده شركة نظافة، أو بيسعى إنه يبقى صاحب البنك اللي هو شغال فيه. إنه يكون بيصلي وبيتحرى الحلال في رزقه ومش بيشتم أحسن من لما يكون بيقبض بالدولار. ما هو ممكن يبقى دكتور بس بيتاجر في الأعضاء، ممكن يبقى محامي كبير بس رامي ناس كتير في الحبس ظلم وأهلهم بيدعوا عليه وعليكي انت وعيالك. فهي مش أبدا هو بيشتغل ايه ولا عنده كام ولا ابن مين، دي كلها شكليات، زواق كده بيخلي شكل التورتة حلو من بره، انما من جوه هتلاقيها كلها دود. مش مثلا طعمها وحش فانت ممكن تتفيها، لا، دي جواها دود هيجيب أجلك لو كلتيه. علام يأهلك انك تعدي من أول سنة جواز. المفروض يبقى فيه جوايز والله تقديرية من الدولة لأي اتنين عدوا أول 3 سنين جواز مع بعض، أصلك هتلاقي روتين حياة جديد انتي مش متعودة عليه ولا هو برضو، هتلاقي مسؤوليات لازم تشيليها ولسه مش عارفة الطريقة الصح ازاي، وهو برضو كده، هتبقوا متلخبطين انتوا الاتنين، فلازم تساعدوا بعض، ما تقفوش لبعض على الواحدة. وبصي، سواء تقبلت الفكرة دي أو لأ فهي حقيقية، ومش معنى عدم إيمانك بيها تبقى هي مش موجودة. في حد حطك في دماغه مش بينساكي خالص، حتى وانتي نايمة مش بيبطل تفكير فيكي. ممكن انتي تنشغلي وتنسيه بس هو أبدا. الحد ده شيطانك، وأكتر حاجة بيحب يعملها وتخليه يحس انه ناجح ومتميز وسط باقي الشياطين هو خراب البيوت. فكل اللي اتجوزوا بلا استثناء قبل الفرح بشهر وبعد الفرح بسنة بيحصل لهم كمية مشاكل تافهة جدا، وساعات بتبوظ الجوازة، بس هي ما تستاهلش، هو بس الشيطان بيدخل وبيشعلل الدنيا.
تلاقي بنات لسه حامل في الشهر الثالث مثلا ولا حاجة وبيتطلقوا، ولو فتشتي عن السبب هيطلع انه حاجة زي انه بيسيبني وبينزل يلعب كورة بالثلاث 4 ساعات مع صحابه، او انها بتنام كتير ومش بتطبخ وسايبة البيت متبهدل. اغلبها بيكون مشاكل في التكيف مع اسلوب الحياة الجديد، وعدم قبول الاخر والتعايش مع عيوبه ومواجهتها بشكل حقيقي، مش مجرد بالسماع. اللي هو انا كنت عارفة انه بيشخر كتير بس انا ما واجهتش ده بقى بجد على ارض الواقع، او انه مش بيشيل هدومه وبيرميها في كل حتة وانا ماشية الم وراه. انت لما جربتي تعيشي الموقف لقيتيه صعب شوية او مش عارفة تتقبليه او جديد عليكي ولسه بتتعلمي، فطبيعي يبقى فيه مطاحنات كده بس ما توصلش لطلاق. الحاجات دي هتعرفيها في الكتب او من الدورات، من سماعك لتجارب ناس تانية، وبكتر القراءة مش بكتر صحوبية الولاد والديتس اللي بتنزليها. ده كله هلك على الفاضي وعواقبه مش حلوة. هيبقى فيه مقارنات كتير، وأصله مش بيجيب هدايا زي فلان، لا ده مش بيدلعني زي علان، لا ده لو كنت أنا دلوقتي مع ترتين ما كانش سابني أزعل 10 دقايق على بعض. ده وجع قلب ليكي وظلم وخيانة لجوزك. الجواز تجربة حلوة والله، بس هي بقت صعبة قوي اليومين دول بسبب تكاليفها الكتير، رغم ان مش مفروض انها تبقى مكلفة كده. يعني المهم ان الناس تتجوز، المهم ان في اسرة تتكون ومجتمع يتعمل وحياة تستمر. ايه علاقة ده كله بالفرح الاسطوري بفستانه بكوافيره بكل تكاليفه دي؟ هل الحاجات دي كلها يعني عنصر اساسي لتكوين اسرة؟ لا. بس ما تفهميش ليه الدنيا كل ما تتطور كل ما تفكير الانسان يزداد عبطا وهبلا. انت عارفة ان القطط لما تكبر وتوصل لسن الجواز لو ما اتجوزتش واشبعوا الرغبة دي بيموتوا؟ بيكتئبوا ويموتوا. البشر كمان لو ما اتجوزوش معدل الجريمة بيزيد والاخلاق بتبوظ والاسرة بتتفكك والعيال بتعاني. اصلها حاجة ولازم تلبيها، ولو ما حصلتش بتدوري على وسيلة وغالبا بتكون غير مشروعة علشان تشبعيها. وبعدين يظهر بقى طبقات من الناس، هو مثلا من كتر لفه بقى مش مقتنع ان في بنات محترمة ممكن يتجوزها، فتلاقي شباب دايما يبقى جواهم كده شك في العلاقة ومش عارف الغدر هيجيله منين، وهي من كتر اللي بتسمعه بقت مش مطمنة انه يطلع راجل معاها. والاهل بقوا خايفين على بناتهم وبيفكروا ان الضمانات المادية هي اللي هتحمي بناتهم. طب هو هيبقى حلو لما اعيش مع حد مؤذي ومش عارفة اخلص منه عشان مش عايز يدفع القايمة، فاضطر اتنازل عن حقي عشان اخلعه واخلص منه، واعيش مطلقة واواجه مجتمع مشوه بيشوف المطلقة دي حاجة عيب، مش واحدة محترمة قررت انها تختار تعيش صح. تحسي العيلتين بيبقوا داخلين متحفزين لأي حركة، وبيوت بتتبني على ناس مش ضامنة بعضها بسبب ان لا انا مجوزش بنتي لواحد ما عندوش شقة تمليك، لا بنتي لازم تبقى زي بنت خالها ويتعمل لها احسن فرح، لا دي بنت عمها جالها شبكة ألماظ، لا دي بنت بارنديل فستانها كان جاي من باريس. هم ناقع والله. الجواز بقى حكر على الأغنياء بس، اللي معاه فلوس هو مؤهل للجواز، إنما اللي عنده أخلاق ده يترمي في الزبالة، واللي مش معاه بقى يعني إيه ينحرف. موضوع بايظ من جهات كتير كده. وسبحان الله سيدنا محمد قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بس هما الاتنين دول دينه وخلقه أهم حاجة والله. والفلوس والكلام ده ربنا بيفتح ابواب رزق كتير بعد الجواز ومع كل عيل بيتولد. واسالي بره، يعني ما تاخديش على كلامي، روحي اسالي الناس اللي اتجوزوا اتفتح لهم رزق قد ايه بعد الجواز وبعد العيال لما جم. اصل هو ربنا اقسم انه هيرزق كل عبيده مؤمنين وكفره. بس باقي الحديث بقى مهم. سيدنا محمد قال ايه في الاخر؟ وان لم تفعلوا تكن فتنه. احنا بقى دلوقتي عايمين في الفتنه دي، كل مشاكل الجواز بالطلاق بالتربية بالعلاقات بتاعة البنات والولاد بكل اللي بيحصل في المجتمع ده بسبب الفتنة دي. أصل هي قوانين ربنا لو مشينا عليها هنفلح، قعدنا بقى نتفزلك هناخد فوق دماغنا. لو بس الإنسان يفوق من جنون العظمة اللي عنده ويصدق إنه مجرد مخلوق شوية طين وتشكله وأدرى حد بيه وبمصلحته هو اللي خلقه فيسمع كلامه، هنرتاح كلنا وقتها. المهم لو كنتي متجوزة وعندك مشاكل اقرأي كتير،
اتعلمي. مش عايزة تقرأي، ما بتحبيش القراءة، اليوتيوب مليان زربيح محاضرات عن العلاقات الزوجية، اقعدي اسمعيها. ولو لسه صغيرة مرتبطيش، حافظي على قلبك، مش كل من هب ودب بيدخل يقعد فيه شوية. رتبيه كده وهندميه للراجل اللي يستاهله بجد، اللي هيحفى عشان يوصلك. صدقني نسيت احكيلك عن الراجل اللي حفي عشان يوصلي. انا جوزي حفي بجد عشان يشوفني بس. احنا كان بينا 200 كيلو، ووقتها كانت ثورة يناير كمان، ساعات كان بيبقى فيه اعتصامات وقطع طرق. مرة ركب اتوبيس وفضل قاعد جنب السواق على حتة حديدة كده 4 ساعات عشان بس يجي يشوفني ساعة. مرة تانية كان مفيش مواصلات خالص، كانت تقريبا يوم التفويض. ركب قطر زراعي، قعد يتمخمط فيه 8 ساعات تقريبا. بص، هي حكاية طويلة، ممكن ابقى احكيها لك في مرة، ممكن تفيدك يعني. الواحد واجه حاجات كتير في جوازه ده، وعدى بخبرات كتير، واتعرضت لحاجات عمري في حياتي ما كنت اتخيل اني هواجهها. انا اتعمل لي عمل، ما كنتش بصدق في الحاجات دي، بس لقيت عمل. في مرة تانية نبقى نقعد نحكي الحكاوي دي كلها. بس يا ستي، افتكري انك تيجي متأخر احسن من انك ما تجيش خالص. واذا شاء ربنا هنتقابل مرة تانية. سلام.